يسعد أوقاتكم يا أحلى متابعين، وهي جيتكم بوصفة معمول أكثر من رائعة. وصفة عن جد يعني إذا سويتوها بالتفاصيل اللي أنا رح نزلكم إياها رح تاخدوا أطيب وصفة معمول ممكن تجربوها، ورح تدعولي عليها كتير. بس أهم شي التزموا بالمقادير والطريقة ولا تستهينوا بالطريقة. أول شي رح أخد 3 كاسات ونص طحين خاصة الحلويات يلي بيكون جلوتين تبعه منخفض جدا، ورح اخد 1.5 كاسة سمن حيواني. هي الأكلة المعمول أصولها بسمن حيواني. رح ندعكن منيح مثل ما انكم شايفين. طبعا أهم شي تدعكوه من دون ما تلبسوا كفوف، لأنه أصول فرك المعمول بيكون بحرارة حرارة الإيد. كل ما كسب العجين من حرارة الإيد بيصير عنا العجينة كريمية. لازم تكون العجينة عنا كريمية هيك بنبسها، بس ما بيصير يكون فيها هيك تكون تكتلات. وهون عندي أنا حضرت تمر أنا فصفصته وطريته، وهي طبعا العجينة تاني يوم بعد ما حطيتها بالبراد ما أضفت لها شي، فقط السمنة والطحين. تاني يوم بجيبها بكسرها وبحطها بالعجانة، وبستخدم هذا المضرب، وهيك صارت معنا كريمية. بعدين بجيب 1/4 كاسة مي باردة، بنحط كتير 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 قليل خميرة، كتير قليل، و3 معالق كبار حليب بودرة، و3 معالق كبار سكر، وبنخلطهم مع بعض وبنضيفهم فوق العجينة بعد ما تنعمت. وكمان بنضيف تقريبا 3 معالق قطر تقيل، وبنضيفهم كلهم مع بعض وبنخليهم بيعجنوا بالعجانة مثل ما انكم شايفين. فيكم تستخدموا ايدكم بس ما تعجنوه بعجن كتير بالعجانة. هيك طلع معي قوامه كتير 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 سهل، والعجينة سهلة بالتشكيل. هون انا جبت قالب معمول رشيت عليه طحين. فيكم ترشوا كمان على المعمول هيك الدائرة لما تساووها فيكم ترشوا عليها شوي، ما تكتروا كتير طحين. وبهالفترة اللي انتوا عم تشتغلوا فيها لازم تكونوا محمين الفرن على أعلى درجة حرارة من تحت ومن فوق. وقت بدكم تستخدموا الصواني تستخدموا الصواني اللي لونها أبيض، ما تستخدموا الصواني السوداء، لأنه الصواني السوداء راح تسبب إنه من تحت المعمول بيصير لونه كتير غامق، بيغمق كتير بالشوي. أما الصواني الألمنيوم ما بضل لونه أبيض. هون بعد ما استوى طالعته ودهنت وشه سمنة هيك بيعطيه طعم لذيذة وغير شكل.